زلزال في خسر أم جمينا محمد كاكا في فتيل وإنهانا للآسفة. الحدث في اجتماع بتاع الجنرالات شغل كبير جدا، صاحبك دخله في فتيل. لما قال يا عبهاتي انا والله خلدت ومستشاريني دخلوني في فتيل، صلاتك على النبي وشيرك ولايكك وخليني اديك تفاصيل هذا الخبر. الجنرالات التابعين للثورة التشادية الامبس واجهوا الرئيس وجها للوجه باتهامات خطيرة. قالوا له بكل صراحة انت اتقلبت على الثورة التشادية الامبس اللي صنعها والدك بدماءنا. الصدمة كانت كبير لما واحد من جنرالات الثورة التشادية سرق في وجه الرئيس وقال له انت فشلت ولازم ترحل. كاكا بقى خايف وبقى برمي اللوم على مستشاريه، لكن الثمن كان باهظة. الرئيس وافق على شروط الجنرالات الثلاثة. رئيس كاكا وافق على شروط الجنرالات الثورة التشادية الثلاثة: وقف شامل للدعم المقدم لميليشيات في السودان، إعادة العلاقات فورا مع حكومة السودانية، وطلب العفو من الضباط الثورة وأيضا قادة القبائل اللي أساء عليهم. وأيضا الجنرالات في الأنبس رفضوا الصلح مع بعض المكونات اللي دعموا الميليشيات مباشرة من داخل التشاد، لا حوار حتى تتوقف التهديد الوجودي ضد أراضينا. هل اقتربت نهاية التشاد المثير للجدل في حرب السودان، أم إنه كاكا هيغير التاريخ قبل ما يضرب من القلب؟ تحياتي لكم. حدث تاريخي في إفريقيا، زلزال سياسي في قارة السمراء جنوب إفريقيا، يعمل المستحيل اللي ما عمله دولة عربية ولا إفريقية ولا عالمية. يقوم بطرد السفير الاحتلال وبيقطع العلاقات نهائيا مع الكيان، والإيران يعمل رد جميل فورا. والله العظيم صلاتك على النبي وشيرك ولايكك، ما تنسى البطابة والاكسبلور وخلونا نبدأ. اليوم كان تاريخي، بيسجل موقف محترم جدا من رئيس جنوب افريقيا، وقع رسميا وثيقة طرد السفير بتاعت كيان ووقف كل اشكال التعامل. مش بس كده، سحب سفير بلاده فورا من تل أبيب، وقالها صريحة: ما يفعلها الكيان اليوم هناك في أرض العرب سيفعلها غدا في أرض الأفارقة. رسالة تحذيرية لكل ملوك ورؤساء إفريقيا. والرد جاء سريعا، كانت رد الجميل من طهران. أول سفينة بتمر من مضوخ حيوي بتنسيق مع إيران كانت بتحمل رمز جنوب إفريقيا. التنسيق الدولي بدأ يتغير تماما، وجنوب إفريقيا بيثبت إنه القوة الأخلاقية الحقيقية في القارة وفي العالم. ده من أكبر المواقف النبيلة اللي شفته في حياتي، ودي بيأكد إنه رئيس دولة جنوب أفريقيا إنسان نظيف بمعنى الكلمة وشجاع. الكلام دي ما بعملها إلا سياسي ومحنك وبيعرف مصالحه، وأيضا عنده كرامة وعنده مبادئ. تفتكروا مين الدولة العربية ولا أفريقيا هياخذ نفس الخطوة؟ اكتبوا لنا في التعليقات. تحياتي لكم من قلب جنوب أفريقيا.